كابتن محمود الخطيب يحضر مران الفرقة بعد التعادل مع ان. يا ابو الصحاب عامل ايه؟ ان شاء الله تكون كويس. انت بتعملش فولو ليه يا اسطى؟ ما تعمل فولو واشتراك وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، وخش في الكومنتات صلي على سيدنا النبي. تعال اقول لك الاحداث والتطورات بتاعت النادي الاهلي. لايك وشير على الله التسهيل. طبعا اداء الفرقه في الكام ماتش اللي فاتوا من اول الدوري اداء مخيب للغايه، لكن يعني مش جديد على الاهلي ان هو يرجع ويعود في الدوري او ياخده كده الدوري، يعني لعبتنا بناخده في سكتنا واحنا ماشيين. في تجميد لمستحقات اللعيبه، تم تجميد مستحقات اللعيبه. كابتن محمود الخطيب حضر مران الفرقه ولم يتحدث مع احد من اللعيبه، ما اتكلمش مع اي حد، ما اتكلمش غير مع كابتن وليد صلاح الدين بس، وفي كلام مهم. طبعا كابتن احمد شوبير اتكلم على الموضوع ده، اسمع كده. وصل الى مقر النادي النهارده، قطع اجازته اللي كان حصل عليها، راح للنادي الاهلي، توجه الى ملعب مختار التتش، حضر المران من خارج الملعب، ما تحدثش مع حد من اللعيبه، مع حد من الجهاز الفني، فقط اللي اتكلم معاه كابتن وليد صلاح الدين اثناء مران الفريق. لم يكن هناك اي حوار بين الكابتن خطيب وبين اي حد من النادي الاهلي. قرر تجميد كل المستحقات الماليه للاعبي فريق كره القدم لحين العوده للانتصارات وتحسن الاداء بما يرضي طموح الجماهير. لائحه الفريق بتقول انه في حاله الخساره بيتم معاقبه اللاعبين بعمل خصومات ماليه. الفريق ما خسرش، الفريق تعادل، وبالتالي لم يتم خصم اي فلوس من مرتباتهم او عقودهم، لكن تم تجميد اي مكافآت او اي مستحقات ماليه لحين العوده للانتصارات. بالمناسبه مفيش لعيب في الاهلي متاخر له ولا حتى. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا كابتن احمد شوبير اتكلم على الموضوع، لعيبه ملهاش مستحقات متاخره، كل لعيب واخد فلوسه تمام. المفروض يا حبيبي زي ما انت ما خدت فلوسك اديني اداء ولعب في قلب الملعب. ان شاء الله باذن الله تعالى الاهلي يقف على رجله من تاني ومفيش اي حاجه حصلت. الاسد يمرض ولا يموت. سلام.